بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد مع قناة الدكتور مازن السقا. نتناول اليوم موضوع البلغم. ما هي الأسباب وكيف نتخلص من هذا البلغم؟ البلغم عبارة عن مخاط لزج تفرزه الغدد والخلايا، وهذا البلغم سببه بكون في عندنا تهيج حصل في منطقة الجسم وتحديدا الرئتين. طبعا هذا التهيج سببه التلوث بشكل عام، تلوث بيئي، تلوث سمية أطعمة، تلوث من التدخين، أسباب عدة أدت لهذا التلوث. وهناك أهداب أولا بأول تستطيع التخلص من هذا البلغم، ولكن عندما تصل درجة الالتهاب ودرجة التلوث إلى درجة كبيرة جدا بحيث لا تستطيع هذه الأهداب التخلص من هذا البلغم، هنا يبدأ بالتجمع. تجمع هذا البلغم يعتمد على قوة الحدث الموجود، قد يكون بكتيري، قد يكون فيروسي. في الالتهابات البكتيرية تخيلوا الآن صار عندي التهاب بكتيري وصار عندي في السابق تلوث، فهنا بتغير لون مين؟ لون البلغم. فممكن نشاهد إحنا البلغم بصور إيش أو بألوان مختلفة. هذه الألوان تنم على قدر التلوث وقدر الالتهاب. يعني مناش ننسى قصة التلوث هذه لأنها مهمة جدا وهي أساس المشكلة. فاللون الشفاف أو اللون الأبيض هو إحنا لسه في البداية، وكلما ازداد هذا اللون بالتدرج في الألوان، أبيض مصفر إلى أصفر، أصفر قاتم، أصفر بني أو بني مصفر، ممكن يكون يصل إلى اللون الأسود، وممكن يصل إلى اللون الأحمر مع الدم، بيكون ممزوج مع مين؟ مع الدم. طبعا كل ما زادت حدة اللون اعرفوا إنه هاي الأهداب الآن في تلاشي، هي واقفة عن العمل كل ما زادت إيش؟ حدة اللون. طب إيش بدنا نسوي؟ بدنا نلحق حالنا بالبدري. ما هي الحلول؟ الحلول هنا بسيطة. أولا بدناش نفارق كأس الماء مع الليمون، مية وليمون لمناضة بس بدون سكر. طب كيف بدنا نشربها؟ بنحط عليها نعناع أو أي ورقة خضراء، نعناع، جرجير إلى آخره. هذا بده يكون ملازم إلنا، يعني 3 كاسات، 4 5 6 بقدر إيش؟ الإمكان. كل ما عملت أكتر كل ما إيش؟ خلصنا من الموضوع أسرع. رقم 2 برضو الليمون، بس كيف بدنا نستخدمه؟ غرغرة. بدي أتغرغر بالليمون، بدي أنظف الحلق، بدي أنظف المسار، إحنا قلنا تلوث. رقم 3 البابونج، برضو بدي أترغرغ بالبابونج وبدي أشرب بابونج لأنه مضاد التهاب، وبرضو بنظف لي التلوث اللي حصل. وخص هنا بالذكر المدخنين، ضروري جدا هنا يستخدموا وصفة البابونج ويشرب بقدر الإمكان. إن شاء الله يشرب لتر 2 لتر من البابونج يوميا. بنظف، مش بنظف، بجلي جلي كل التلوث الناتج من النيكوتين ومصائب النيكوتين. هنا بندخل في الوصفة الثالثة، بتلاحظوا ماشي تدريجيا. الماء مع الليمون، الليمون غرغرة، ايش؟ البابونج. نظفت شوية، بدخل الآن في التومة. الثوم هنا بلعن، بدي أبلع توم بقدر الإمكان، ضرسين 3 صباحا ظهرا مساء. ليش؟ عشان أطهر المنطقة. احنا قلنا في عندي بكتيريا برضو، والتومة مضاد للبكتيريا ومضاد كمان لإيش؟ مضاد للفيروسات. فأيا كانت المشكلة فستكون إن شاء الله إيش؟ 100% ماشية معها. الوصفة الثالثة، أو هي الخطوة الثالثة وليس الوصفة الثالثة، الخطوة الثالثة بعد الثوم يأتي البصل. البصل كيف بدنا نستخدمه؟ بدنا نجيب البصل ونقطعه شرائح عريضة، يعني أو قطع البصل الكبيرة، ونشويها شوي، ونجيبها نعملها لبخات على الصدر.
البصل أو البصل المشوي له قدرة على امتصاص كل المياه الفاسدة والتعرق والسموم من مين؟ من الصدر، وهذا بنظف برضو الصدر من هذا التلوث اللي حكينا عنه. الخطوة التي تليها هي إيش؟ هي زيت السمسم. إذا إحنا ماشيين هلأ في برنامج بدنا نعتبرها زي خطة، تمام؟ إيش بدنا نعمل؟ خطوات متتالية، مش كل يوم واحدة، بدنا نعمل كل هذه الخطوات في نفس اليوم، ديروا بالكم، ونكررها بس مدة يومين، مثلا اليوم وبكرة، والحمد لله حتكون الأمور إيش؟ 100%. إذا زيت السمسم بنختم فيه إيش؟ الخطوات اللي تكلمنا عنها. هيك بكون عندنا الرئتين تنظفوا، التلوث يعني 99% تخلصنا منه، والأهم إنه الأهداب إيش؟ رجعت لكفاءتها. إيش اللي بده يطلع البلغم ويساعده في التنظيف؟ هو هي الأهداب. إذا بدنا نرجع قدرتها. أكيد 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 كل الأسباب اللي أدت للتلوث الآن أكيد صحيين لها، وأكيد كل واحد عارفها، كل واحد حسب مصدر التلوث اللي هو محيط فيه، ولازم إيش؟ طبعا يبتعد عنه. في محظورات حابب أحكيها في هذا الجانب، محظورات بسيطة لكن مهمة. أول محظور هو الخل. شوفوا إحنا نصحنا بالليمون ونحذر من مين؟ من الخل. الخل في هدول اليومين منش نستخدمه. لو كان في عندك وصفة للخل بتتبعها لسبب أو لآخر بدك توقفها في اليومين هدول. الباذنجان برضو بديش إياه، الأفوكادو بديش إياه، بتلاحظوا كلها أشياء مفيدة ومهمة، لكن بديش إياها في مين؟ في هاليومين هدول فقط لا غير. إذن الباذنجان، الأفوكادو، الخل، هدول حليب برضو بديش إياه في خلال فقط اليومين هدول، وأنا بتعامل مع مين؟ لطرد هذا التلوث وإعادة مين؟ إعادة الكفاءة للأهداف. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.